أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع كتاب 5 ستارز، متواجدين في يونت 10 الوحدة العاشرة، تحديدا في بيج 83 صفحة 883. ونروح على طول السؤال الأول واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. مستر أحمد graduated Cairo University in 2001. طبعا graduated بيجي بعدها حرفين جر، يا إما in يا إما from. طيب يبقى graduated تخرج من، يبقى هقول from. ليه؟ لأن دي جمع، لكن لو في تخصص فهقول in. many astronauts، كثير من رواد الفضاء were sent into space، أرسلوا إلى الفضاء. نيل أرمسترونج was the first astronaut، was the first to والمصدر يبقى to walk. علي is dreaming، يحلم of، يحلم بيه dream of becoming a doctor one day، أن يصبح طبيب يوما ما، يبقى dream of. ومكملين من بيج 87 صفحة 87. وتعالى نشوف يا شباب complete with the correct form، أكمل بالصيغة الصحيحة. I have working in this bank for 10 years. طبعا هنا مازال يعمل، فهاخد زمن مضارع تام مستمر اللي هو بيتكون من have و has been، يبقى I have been verb plus ing. I have been working. شاهد عند حبيبة have been، عايز مستني فعل زائد ing، فهقول working يعملون بدل work. مريم has been waiting for her father at the airport 2 o'clock، يبقى هقول since 2 o'clock. since 2 o'clock. مصطفى has been reading the newspaper for 3 hours، لمدة 3 ساعات، يبقى for 3 hours. مستر محمد has been working، has been working. ليه بقى؟ لأن زمن المضارع التام المستمر بيتكون من have و has been والفعل زائد ing. have you been waiting for the bus؟ have you وبعد كده been اهي، يبقى have been والفعل wait أحط له ing علشان تبقى waiting. What have you been doing؟ do واحط لها ing. What have you been doing؟ has she ever been؟ طب ليه هنا ما اقولش بي والفعل زائد ing؟ لان هنا verb to be ما بيتحطش في الاستمراريه. verb to be ما بيتحطش فين؟ في الاستمراريه. I haven't done my homework yet، ما عملتش الواجب بتاعي. ده مضارع تام عادي خالص، have و has been، have و has والتصريف الثالث للفعل. هبه do her homework for 2 hours، she hasn't finished، لم تنتهي، يبقى ما زال الحدث شغال. يبقى حبيبه ولا هبه دي هتاخد has وبعد كده been وبعد كده الفعل do اللي هو جايبه لي واحط له ing، يبقى has been doing. تمام. خاص بطلاب الازهر، تعال نشوف السؤال الاول بيقول what have you been doing the last 30 minutes؟ طبعا هنا هقول for the last 10 minutes. How long has ماجدا's father، والد ماجدة، been working؟ ليه بقى؟ أنا عندي has وبين والفعل زائد ing، يبقى have و has been وفعل زائد ing. ده زمن مضارع تام مستمر بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. ومن بيج 89 صفحة 89 complete with the correct form، أكمل بالصيغة الصحيحة. لينا knew the best room، عرفت الغرفة الأفضل in the hotel because she be there before، because she had been before، because she had been before. طيب يا مستر هنا عندي سؤال، اتفضل. هنا عندي قاعدة اسمها because دي يجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. الماضي التام اللي هو ايه؟ had والتصريف الثالث للفعل. we take a taxi to the beach after the train had left.
عندي after بعد يجي قبلها ماضي بسيط، يبقى الماضي من take took، وبعدها ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث. before ماجد he didn't telephone me until، طبعا till و until يجي قبليهم ماضي بسيط منفي، ماضي بسيط منفي didn't والمصدر، وبعدها ماضي تام يبقى he had والتصريف الثالث من gotten أو got، يبقى had got. before ماجد return home he had met ده ماضي ايه؟ ماضي تام، يبقى انا عايز بعد before ايه؟ ماضي بسيط، يبقى هقول returned. فاطمة never heard Italian before، يبقى هقول had never heard. after كريم after بيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي تام، يبقى هقول had والتصريف الثالث من do، برافو عليك done. ليه؟ لأن after يجي بعدها ماضي تام والجملة الثانية ماضي بسيط، عكس مين؟ عكس before بيجي بعدها ماضي بسيط والجملة الثانية بتكون ماضي تام. وخلي بالي إن after و before ممكن يجي بعدهم الفيرب بلس ing. before my father left قبل ما يمشي ادي ماضي بسيط he have، لا هقول he had والتصريف الثالث من have had، يبقى he had breakfast. he didn't see me because ما شافنيش ده ماضي بسيط اهو because I had left، يبقى had والتصريف الثالث من leave هقول left غادرت. I didn't go to the theater ما رحتش المسرح ده ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تام، يبقى I had finished. after بيجي بعدها ايه؟ ماضي تام، يبقى after he had studied التصريف الثالث من studied هحول الواي لاي واضيف اي دي. as soon as مها had والتصريف الثالث يبقى هقول had watched. رامي tidy his room before يجي بعدها ماضي بسيط ادي الماضي البسيط، يبقى هنا عايز ماضي تام. ماضي تام عباره عن ايه؟ برافو عليك had والتصريف الثالث من tidy هقول tidied احول الواي لاي واضيف اي دي. تعال نشوف السؤال خاص بطلاب الازهر. choose the correct answer. after the museum we decided ماضي بسيط، يبقى انا هنا مستني ماضي تام. الماضي التام عباره عن ايه؟ had والتصريف الثالث للفعل. what before يبقى انا عايز هنا ماضي تام، الفعل المساعد had والفاعل والتصريف الثالث للفعل. what had you eaten. ومن نفس الصفحه مكملين في تدريبات الورك بوك والستودنت بوك، ونروح على طول للسؤال الاول واللي بيقول I thanked my friend شكرت زميلي because لأن طبعا قلنا هنا because ماضي بسيط والجملة الثانية بتكون ماضي تام، يبقى he had helped me لأنه ساعدني. after بيجي بعدها ماضي تام يبقى had والتصريف الثالث من collected. before his death قبل موته جه هنا بعد before noun. the author عايز هنا ماضي تام بقى had published. before يجي بعدها ماضي بسيط، فالماضي البسيط من leave برافو عليك left. yesterday انا مستني ايه؟ ماضي بسيط I went اهو. the club after بعد، يبقى انا مستني بعد after ايه؟ ماضي تام اللي هو ايه؟ had والتصريف الثالث من finished. I didn't send the report ما ارسلتش التقرير، يبقى ده ماضي بسيط منفي بعد هنا ماضي تام، لان تيل وانتل يجي قبليها ماضي بسيط منفي والجمله الثانيه بتكون ماضي تام، يبقى had revised. have you ever في السؤال ونيفر في النفي. have you ever. what have you been فعل زائد ing ده مضارع تام مستمر يبقى dreaming. I haven't تصريف ثالث يبقى been. أحمد read the
3 books this week. He loves reading. يبقى has been reading. طيب هو هنا الفعل واضح انه اكتمل، فاقدر احطها في المضارع التام بس واقول احمد has read. طيب وتبقى تمام ما فيهاش اي مشكله. طيب يا مستر انا عايز اقول has been reading، ما فيش مشكله برضه. has been reading ما فيهاش ايه، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب هبه do her homework her housework for 2 hours. she didn't finish، ما خلصتش، يبقى مضارع تام مستمر. يبقى هبه هتاخد has وبعد كده عندي been ثابته والفعل do احط له ing، يبقى هقول has been doing. يونس read a new story for an hour. he's still reading، ما زال يقرأ. هنا ما زال يقرأ يبقى has been reading طالما ما زال ايه، ما زال يقرأ. has been reading. ومع تواجدنا في صفحة 90 صفحة 90 finish the following dialogue. شادي and نادر are talking about visiting a doctor. هيتكلموا عن زيارة للدكتور. شادي بدأ يقول where are you going؟ رايح فين يا نادر؟ فقال له I am going to the doctor. فقال له can you come with me؟ ممكن تيجي معايا؟ فقال له of course I'd like to come with you. what's wrong؟ ايه المشكلة؟ أو what is the matter؟ أو what do you complain of؟ كل دول واحد. فقال له I have a problem with my right hand. ايدي اليمنى فيها مشكلة. I can't move it. ما بقدرش أحركها. فقال له ايه؟ why can't you move it؟ ليه ما بتقدرش تحركها؟ قال له because I fell down. أنا وقعت. فقال له I think you were playing football. بالتالي انت كنت بتلعب when you fell down لما وقعت. فقال له yes I really was. نعم. فقال له I am sorry for you. متأسف جدا ليك. I hope you get better. أتمنى ان انت تتحسن soon قريبا. فقال له thank you. شكرا لك. علشان نروح على السؤال الثاني read and answer. My older brother أخويا الكبير is my role model. هو النموذج أو القدوة بتاعي. He is هو بيكون a businessman رجل أعمال. He started his own company بدأ شركته الخاصة 2 years ago من 3 سنوات. He always worked hard بيعمل بجد. He has meeting 3 days a week. عنده 3 اجتماعات في الأسبوع. He travels to different countries بيسافر لبلدان مختلفة. All the workers like him بيحبوه. He is a successful person. إنه شخص إيه؟ شخص ناجح. علشان بعد كده نروح على الفقرة أو نقرأ الفقرة مع بعض ونرجع نحل الأسئلة. اليابان is one of the most developed countries. واحد من البلدان المتطورة أو المتقدمة in the world. Its capital city is Tokyo. العاصمة بتاعتها طوكيو. is one of the largest busiest modern cities in the world. واحدة من أكثر المدن ازدحاما. But for travelers to Japan للمسافرين لليابان there are many interesting places which are not well known. في أماكن مش معروفة for the tourists. Here are 2 places وهنا هنقول لك على مكانين which are not commonly مش معروفين visited ما بيتزاروش بصفة معروفة. تاكاياما ادي أول مكان. تاكاياما is a beautiful old town مدينة قديمة in mountains موجودة فين؟ في الجبال. It still has an ancient street market as well as a farmer's market along the river. Some of the buildings in Takayama are more than 400 years old. A few of the oldest houses are now museums. Where visitors can see what life in Japan was like in the past. Near Takayama is an old village where you can still see traditional carpenters at work. Yamadra ده المكان التاني. is a collection of temple buildings on the side of a mountain بجوار جبل. It's difficult to climb. صعب التسلق up to the temple but the view is beautiful. ولكن المنظر جميل. طيب تعالى يا شباب كده نشوف الأسئلة مع بعض. The best title for the passage is أفضل عنوان للفقرة هو طبعا هو unknown Japanese cities مدن يابانية غير معروفة. The underlined word commonly means
مألوف أو معروف فهقول usually. أنت كياما you can see how the Japanese life كيف كانت الحياة في اليابان will be in the future, was in the past, was affected by wars in the present. طبعا was in the past كيف كانت الحياة فين في الماضي. Summarize the third paragraph. عايز بقى الباراجراف الأخير in one sentence. طبعا هقول يا مادرا is a collection of temple building. طيب أما السؤال الخامس بيقول لي how can تاكاياما and يامادرا be known by tourists in the future. طبعا ازاي باي لان انا هقول بقى الوسيله ازاي هم يكونوا مشهورين باي ايه adverts بالاعلانات. طيب السؤال السادس بيقول which city has two markets. اي المدن فيها سوقين. طبعا دي هتبقى تاكاياما. يبقى ده اجابه السؤال السؤال السادس. وكمان بيقول لك what are they وايه هو. طبعا هنا السوق الخاص بالفلاحين والتراديشنال والكاربنترز ات ورك. طبعا دول الاثنين تابع اجابه السؤال السادس. correct answer is a machine in space that goes around the earth. طبعا ده ساتلايت القمر الصناعي. is a force هي القوة which attracts things or people to the center of the earth. gravity الجاذبية. is a large spacecraft. طبعا دي space station محطة الفضاء. a person who travels into space ده astronaut رائد الفضاء. a piece of equipment you can see things that are far away. telescope ده بيقرب لنا البعيد. is a person who studies carefully. researcher الباحث. do you know that Mars is one of the 8 planets in our solar system في النظام الشمسي بتاعنا. Azza loves studying the stars and planets. she wants to be a astronomer عالمة فلك. The best camera has a very good. طبعا lenses الكاميرا فيها عدسات. The moon orbits وأوربت يعني يدور أو يلف. To give the negative of the word true. true يعني حقيقي فبقول untrue غير حقيقي. To give the noun of the verb discover فأقول أحط لها suffix y علشان أقول discovery اكتشاف. To give the negative of popular. popular يعني مشهور فأقول unpopular غير مشهور. What is the antonym of the word global. global يعني دولي بتساوي international فعكسها local محلي. The suffix turns the word compete into a noun. compete يعني يتنافس. competition منافسة. To give the adverb of recent فأقول recently حديثا أو مؤخرا. the word false is similar in meaning to. false يعني خطأ وبالتالي هي wrong. أما السؤال الخامس complete with the correct form أكمل بالصيغة الصحيحة. astronomer study space with their eyes before. before يجي قبلها ماضي تام وبالتالي هقول had studied. Students were amazed to know that the ancient Egyptian had discovered اكتشفوا. يبقى ادي had والتصريف الثالث من discover discovered اكتشفوا. after we had collected. طب ليه had collected؟ علشان هنا ماضي بسيط يبقى هنا ماضي تام يبقى had collected. People didn't know much about stars until scientists didn't والمصدر ده ماضي بسيط منفي وبيجي بعدها ماضي تام يبقى had
used. Hans had invented telescope before people knew. لأن before يجي قبلها بعدها إيه؟ ماضي بسيط. الماضي بسيط منه knew. People believed Batlamy's ideas for centuries after. عايز ماضي تام يبقى أقول had died بعدما توفي. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.